المنظر ده، ايه المنظر ده؟ يا جماعه انا شفت ام خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يا حلوين، صباح الخير عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بكم في فيديو جديد. والنهاردة يوم جميل، والنهاردة يوم مش عادي، واكيد قريتوا من العنوان هو ليه يوم مش عادي. جماعة والله انا عايزة اضحكوا ضحك. جماعة انا لما بقابل حد مشهور بيمسكني نوع من انواع التناحة. يعني هو اول حاجة بشوفها اللي هو ايه ده، الله، مش عارفة، ابقى مش مصدقة. بعد كده قلبي يدق جامد. بعد كده ابقى مش فاهمة فيه ايه بجد. مش فاهمة فيه، انا بشوف الشخص ده لما اروح اسلم عليه وبتاع، لا يعني بسكت وبتنح وببقى يعني. انا عايزه اقول لكم، انا اول ما بصيت في عين ام خالد حسيت ان عايزه اقول لها انت مش عارفاني. انا مريم مش فاكراني، لو هي اصلا ما تعرفنيش ولا شافتني قبل كده. بس الواحد من كتر ما هو بيقعد قدام الفيديو، وان هو يعني انا عارفه يوتيوبرز كتير قوي. من كتر ما هم اليوتيوبرز دول اللي انا بتابعهم عايشين معايا وعايشين في حياتي، وبشوفهم كل يوم وبعرف اخبارهم من الفيديوهات، في متابعه حرفيه يوميا. ببقى انا مش مصدقه لما اشوفهم على الحقيقه ان انتوا ازاي مش عارفيني. انتوا فاهمين؟ وبيبقى احساس غريب كده يا جماعه. يا جماعه دي بس ايه، انا عامله براونيز عشان ما حدش يفتكر ان دي كيكه وباظت مني، لا هي هسقيها بعد كده في الاخر شوكولاته، فهتبقى حلوه جدا. آه مهم يا جماعه. آه كنت بقول لكم ايه يا ربي. فبقول لكم انا مش عارفه بصراحه إيه اللي بيحصل مع الواحد ده. حاسبكم طب معمولي هنا الفقرة دي. آه بتلون بالراحة قوي. طب خليكم معايا وخلاص. المهم بقول لكم ان الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل له والله. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت قاعده في كارفور عادي، وخلاص وقاعدين على ترابيزه وفي الفود كورت مستنيه الاكل وكده، فقاعده في امان الله. اذ ببص كده على اليمين. لقيت ام خالد، لمحتها كده من الجنب. فانا ايه، انا اتخضيت كده، قلت ايه ده، هي دي ام خالد؟ بعد كده بصيت تاني كده، ايوه هي بلفة الطرحه بتاعتها بكل حاجه. وبعدين ايه جنبها حاجتين خضر كده، انا مش عارفه ايه ببص كده دققت نظري، ده خالد ابنها، ومعاه تقريبا حد قريبه يعني. فلابسين عاملين ماتشنج مع بعض، فقلت ايه ده. فاللي هو لسه هقوم واتهور وكده، معايا بنتي، فايه خايفه اسيب المكان، والمهم حصل لي شويه لخبطه كده. فقررت في الاخر ايه، سبت ماما مع بنتي، قلت لها بصي يا ماما لو سمحتي دقيقه وجايلك، دقيقه واحده بسرعه وجايلك. ف اللي حصل ان انا جريت. انا قعدت افكر كويس واعصر دماغي، هي ام خالد بتحب تاكل ايه، هي ام خالد بتحب تاكل ايه. عماله افتكر. فجاء في دماغي مطعمين انا بشوفهم، طبعا مش هينفع اقول اساميهم، بس انا المطعمين دول على طول بشوف ان هي بتطلبهم هي وخالد من ضمن حاجات كتير، بس الاتنين دول بيبقوا دايما حاجات هما مفضلين عندهم يعني. فبصيت في الاول ما لقيتهوش، بصيت في التاني لقيتها واقفه. رحت بقى، لا انت جايه، لا ده انا جايه لك بقى، رحت لها بقى بجد. لقيتها واقفه في اللاين. كانوا هما 3 مديني ظهرهم، بس اتحركت قوي قوي. قلت اقول لها ايه. بعدين أنا تخيلت بقى هلاقي ناس كتير بقى بتصوروا وكده وبتاع. بس تقريبا ممكن يكون الناس عرفوها في الاول، بعد كده ما حدش خد باله، بس تقريبا ما حدش خد باله غيري. فجريت عليها بقى وكده. فقلت لها ممكن اتصور معاكي. فقالت لها، لقيتها بتقول ايه، ايوه طبعا، ايوه صوتها يا جماعه، صوت ام خالد، هي ليها نبره كده معينه. لقيتها بتقول لي ايوه طبعا، وبتلف وراها عشان تشوف انا مين. فايه لقيتني. فقالت لي ازيك عامله ايه، قلت لها الحمد لله، وانتوا عاملين ايه. ومش لاقيه كلام اقوله لها، وفي نفس الوقت مبسوطه ان انا شفتها. وقاعده باصه في عينيها كده، قعدت مثلا بتاع دقيقتين انا ساكته وهي ساكته، بس يعني احنا الاتنين مبتسمين وبنبص لبعض. انا في اللحظه دي انا عماله بقول في دماغي ايه، هي مش عارفاني، هي متعرفنيش، هي مش فاكراني انا. العقل بقى يا جماعه بيخرف اللحظه دي، العقل بقى بيخرف. عايزين يقولوا لكم بقى ايه يعني، لا يا جماعه ده يعني هي اكيد مش عارفاني.
فركزت كده كده، بصيت من جنب كده على الشمال كده، لقيت خالد. ايه ده؟ ازيك يا خالد؟ طبعا يا جماعه انا كل اللي في دماغي، انا عايزه اخدها واحضنها وابوسها. انا بحبها بصراحه، هي دمها خفيف خالص ما شاء الله عليها. و... وطبعها كده يا جماعه، عارفين اللي هو ايه، وبنت مش متصنعه خالص خالص، عاديه بجد، حد عادي جدا في الحياه في الملكوت. مش متصنعه، مش ما فيهاش اي حاجه من اي نوع. بجد هي محترمه جدا وكويسه جدا، وقابلتني كويس. وابنها عسول كده، وكان كان شكله مكسوف مني كده. كنت عايزه ابوسه، بس برضه ايه، قلت لا يا عم، ايه، يعني خلينا خفيف. هي شكلها كانت طالعه يوم عادي يعني، من الايام العاديه بتاعتها، طلعت تتفسح عادي وما كانتش بتصور ولا حاجه. فانا قلت برضو ايه، ما خليني خفيف كده وما غلسش عليها. فطبعا كان نفسي قوي قوي ان انا اخليها تتصور معايا، بس طبعا ايه، الواحد يعني، اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. بمعنى ان لو يعني الواحد عشان بس ايه ما يقولهاش عايزه اتصور معاكي ويحرجها. هي حد مشهور برضو على السوشيال ميديا يا جماعه، ومش صح ان هي تظهر في فيديو مع اي حد غير معروف. هي برضو هي حرام، ما تعرفش اللي صاحب الفيديو ده ممكن يعمل لها ايه. فطبيعي، فانا بصراحه احترمت الحته دي. وانا اصلا الصراحه والله ما رضيتش اعرض عليها، عشان هي كمان ما تتكسفش انها ترفض، وما اكسفش نفسي برضو. آم، المهم، كانت صدفة جميلة جدا، كان قدر جميل جدا ان انا شفتها الحقيقة. انبسطت بصراحة، ابنها عسول قوي ما شاء الله عليه، كبير خالد يعني. انا تخيلت خالد اصغر من كده، بس هو بسم الله ما شاء الله كبر يعني. وادي بقى القصة والحدوتة. بصوا الجريمة، الجريمة لا تفيد. مولي عملت ايه؟ لا كيسة. مال بقك؟ مال ايدك؟ يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يمسح، خدي خدي يمسح. شاطرة يا امال، يا برافو. يا خبر ابيض، مين عمل كده؟ مين عمل كده؟ هترميها فين؟ في الباسكت؟ يا لهوي يا اماليا، يا لهوي يا اماليا. امسحي 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 يا اختي، امسحي يا اختي امسحي. وهنا يا حبايبي كنت خلاص بحضر اماليا ان هي تنزل خلاص، رايحه المركز بتاعها اللي هي بتروحه. وهي بصراحه لها شعرها يا جماعه، مش قادره اقول لكم الادويه دمرت شعر بنتي ازاي. وخصوصا دواء الكهرباء ده بيبوظ الشعر خالص. فتحسي الشعرايه ده مش شعر يا بنتي خالص. بنتي اصلا شعرها ناعم جدا يعني ما شاء الله. مش كده، مش مقصف ولا هايش ولا بالطريقه دي. وكان اخضر من كده بكتير، وكان ما شاء الله تقيل. لو لقيت صوره ليها هبقى احط لكم شعرها كان عامل ازاي زمان. بس طبعا الحمد لله وكله فداها. المهم ان هي تبقى صحتها كويسه، وما تجيلهاش نوبات العصبيه اللي على طول بتجيلها، اللي احنا بنعاني منها دي. وهنا خلاص كنا بقى ايه، بنلبس بقى الجاكيت، الاستعدادات. وادي الجاكيت بتاعي انا كمان، البلطو. وبقول لكم يا جماعه شكرا ليكم، ما تنسوش تحطوا اللايك. وهنا خلاص بقى ايه، هنا بقى بعد ما وديت بنتي وخلاص رجعت اخدتها تاني، وركبنا بقى العربيه. اخويا بقى ايه، رايحين بقى كارفور معانا ماما واخواتي. وهنا يا جماعه شفت ام خالد. جماعة القمر. في كارفور، تفتكروا شفت مين النهاردة؟ جماعة أنا شفت أم خالد. والله عسولة وجميلة ما شاء الله عليها، شفتها هي وابنها و... وكده يعني، واخدنا صورة مع بعض، وكانت فرصة جميلة والله. هي عسولة قوي ما شاء الله عليها. فرجكوا بقى على مولي. هنا بقى رحنا عشان اخويا، الواد اخويا قال لي بقى الكبير، عرف بقى ان مولي محتاجه بيجامات وكده. فقال لي يلا روشن عليها وجيب لها شويه بيجامات حلوين. احنا هنا كنا قاعدين بنقيس البيجامات، فكنا بننقي. شفت بقى البيجامه دي ماسكه فيها شويه، جبت لها اوريها، قلت اوريها البسها سوري اللبني. انا شايفه اللبني اكتر واحده كانت مناسبه ليها، ديك فوق يا كان لولو. شكلها كويس عليها، وبنطلون ايدك برضو فوق يا شكله لولو. حلو قوي. انا بوريها، ولا مولي اظبطي كده نفسك ولفي. ونشوف اللي بعده. وادي البيجامه رقم 3 عليها كيتي، لكن للاسف كانت ضيقه جدا عليها دي جدا جدا. وغير بقى ان هي طبعا شكلها كان حلو، وكانت تقيله كمان.
اتقل من اللبني، بس والله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ضيقه. انا بحب البيجامه تبقى مريحه كده في اللبس، والواحد يقعد في البيت براحته. وهنا اخر بيجامه اللي هي لونها جراي، حلوه بس لونها فصيل بصراحه، وتحس لونها يعني مش حلو على طفله زي دي، غامق كده. وهنا يا جماعه اخويا بقى قال لي قيسي لك انت كمان بيجامه، يلا ان شاء الله ما حد حوش. انا دي عجبتني، لونها جميل، اخضريكه كده وحركات، وقماشتها ناعمه قوي وجميله جدا جدا جدا، وبنطلونها كمان حلو. بس قلت اوريكم هنا اللون الاخضر ده ظريف، بس اخويا بصراحه ما عجبتهوش، فقلت اقيس دي كمان. دي حلوه قوي. طبعا انا بقيه الطرحه مستخبيه تحت الهدوم، غير الهدوم اللي انا لابساها من تحت، فخلاص كده جبنا. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جماعه. اولا شكرا لاي حد بيتفرج على الفيديو، شكرا لاي حد بيعمل لايك، شكرا للناس اللي بتعمل كومنت، مع ان هم 2 3 تعدوا على الصوابع، بس شكرا ليكم وشكرا لاهتمامكم. طبعا زي ما انتوا قريتوا في العنوان، احنا هشوف النهارده صدفه ان شاء الله باذن الله ام خالد. جماعه ست جميله، ست لذيذه، ابنها عسول قوي، بسم الله ما شاء الله. هتقولي شكلها ايه في الحقيقه؟ شكلها زي الفيديوهات، يعني مفيش اختلاف ولا حاجه. بس طبعا انا سلمت عليهم وما حبيتش ان انا بقى ايه اقعد بقى اصور، اقول لها اصور معاكي فيديو او مش عارفه مين. اولا جاست ترفض، ثانيا هي برضو تعرفش انا مين، انا برضو حد بالنسبه لها مش معروف. فيعني خففت حرج، وفي نفس الوقت ما قعدتش معاها كتير، وانا سلمت كده على السريع كده شويتين وكلمتين ومشيت، عشان برضو ايه اسيبها برضو تقضي يومها، هي ما كانتش بتصور، هي طلعت تتفسح عادي. وانا معاها في اسكندريه، فاحنا في بلد واحده، فاحتمال اقابل ناس كتير برضو اسكندريه، وانتوا عارفين عيله كبيره قوي هنا في اسكندريه مشهوره. هصور معاها قريب، بس دي بجد هصور ان شاء الله معاها فيديو. وهي عيله معروفه قوي، هما مش اسكندرانيه بس هم عايشين في اسكندريه، ف تابعونا. بصوا يا جماعه، امبارح رحنا محل هدوم كده اسمه تري. جماعه حاجته حلوه قوي، جميله، حاجته بصراحه الخامات جميله جدا، وزي ما هتشوفوا او زي ما شفتوا في الفيديوهات. مش عارفه يا جماعه انا دي مقدمه، دي مقدمه هحطها في الاول. المهم عشان ما انساش كتير، هوريكم الحاجات اللي اخويا جابها لي امبارح. احنا استقرينا على البيجامه دي اللولو. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا حلوه ازاي، واو جميله قوي والله. انا احب الحاجه اللي تبقى ناعمه كده، ولازم من جوه كمان اهو، برضو من جوه برضو نفس الوبره دي بتدفي حلو. وطبعا هي اكبر شويه من، يعني اكبر شويه من سنها، لان ما شاء الله بنت سن محير 12 سنه، ان شاء الله ربنا يديها طول العمر السنه الجايه واللي بعدها باذن الله. برضو هنفضل في المحير ده شويه، فلازم اجيب لها حاجه بقى ايه السنه دي والسنه اللي بعدها ان شاء الله باذن الله، ربنا يديها طول العمر يا رب. وادي البنطلون الجميل، بصوا البنطلون الله عسل قوي يا لولو، جميل يا جماعه جميل. بصوا ناعم من جوه مبطن كده، شكله تحفه. يبقى ده كده بيجامه لولو. اخويا بقى قال لي ايه، لا هجيب لك انا بيجامه يا عم، انا عندي، لا يا عم معرفش مين، لا هجيب لك واحده. ربنا يبارك فيه يا رب، هو كل الاخوات الحنينين الطيبين، واخويا التاني كمان، وبجد ربنا يبارك فيهم كلهم يا رب. ادي البيجامه التانية دي بتاعتي. بصوا مرسوم عليها ايه، قلت انا اسيب البيجامه واقول لكم بصوا مرسوم عليها ايه، كل واحد وعقله يا جماعه. تمام. لولو انا مش عارفه عجبني، انا ساعات بيهل عليا كده، انا ببقى البيجامه دي يعني لازم تبقى حاجه، انت حاجه قاعده بيها في الجدع، عارفين يعني ايه تغمرك، مش تبقى ضيقه وماسكه، لا انت في بيت يعني رحرحي براحتك، تبقى قاعده كده ايه، الحاجه تكون واسعه عليكي كده وايه ومدفياكي كده وجميله. انا عجبني البنطلون العسول ده، بصوا الاشكال الجميله. ادي بيجامتي، وادي بيجامه لولو، و اتمنى يكون عجبكم. هتقولوا لي الاسعار صح. هي تقريبا بيجامه مولي كانت ب 600 تقريبا، ونزلت بقت ب 450 تقريبا. وانا شهر نفس الكلام. كل شتاء وانتم طيبين يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين،
واتمنى تشوفوني وتتابعوني، وان شاء الله اقدر انزل لكم حاجات حلوه، وربنا يقويني ان انا اعمل فيديوهات زي الناس الشاطره اللي بيعملوا فيديوهات من غير ما يدخلوا مساعدين معاهم عشان يعرضوا لهم القناه. نفسي والله اعتمد على نفسي كده واعرف اعمل فيديوهات لوحدي. صباحكم فل، يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.